اليوم خلونا من لابغياش نتاع السلاك. لابغياش نتاعنا لنهار اليوم غادي تكون على الاصول، غنيه بالبيض والزبده كيما يبغي الخاطر. تبعوني. ديت الفريده من نوع لاتي 55 من ماما واللي غلافها احمر، وهي مخصصه للخبز البغياش والمعجنات، ونتائجها دائما مضمونين وانغاتابل. وزنتها وغربلتها وزدت عليها السكر، خميره الكاطو، لافاني، خميره الخبز، الملح، نسمتها تاني بمبشور، حبه شينا، وخلطت كامل النواشف وزدت عليهم البيض والحليب الدافي. والحليب ولا الماء اللي تعجنوا به لازم ما يكونش سخون باش ما يقتلش الخماره. ونحطها تنعجن في العجانه مده 5 دقائق، واذا بليت ضعفوا المده بيان سور. نعجنها حتى تولي ليس، ومن بعد نزيد كميه مليحه مليحه نتاع الزبده طريه، نزيد نلونسي العجانه 5 دقائق واحد اخرين ونخليها تنعجن. وهنا العجينه نتاعنا راهي واجده باش تخمر. شوفوا اللون نتاعها كي جا صفر وشباب من البيض والزبده اللي زدناهم لها. نكرط الجوانب ونغطي بالبلاستيك اليمونتير ونخليها تتخمر من 45 دقيقه حتى لساعه. وهنا نشوفوا الحجم نتاعها كي ضعف وخفافت. نخرج منها الهواء ونحطها سور لو بلان دو طرافاي، وبيان سور ديروا رشه ولا زوج تاع فرينه باش تعاونكم في التعامل معها. نقسم عجينتي على زوج ونحلها على شكل مستطيل، ومن بعد نجيب شوكولا طلي لا باتا تختيني وندهنها على كاع الوجه نتاعها، ونلوي العجينه على بعضها كيما نديرو في الغولي. العجينه هنا حتى راهي بزاف طريه بصح ما راهيش تتلصق من الزبده اللي فيها، واذا جاتكم طريه وخفتوا تخسروها ديروا كيفي واستعملوا ان كوبات غادي يعاونكم باش تلووها. وكي تكملوا سوديوها مليح وقرصوا على النهايات نتاعها وحطوها تروبوزي على جهه بلا ما درتوا نفس الخطوات مع النص الزواج نتاع العجينه اللي بقات. ومن بعد جيبوا لي دو غولي وحاولوا تضفروهم على بعضهم. هذه الطريقه غادي تمد لكم اون بريوش مخططه من الداخل، والشوكولا اللي فيها غادي تكون موزعه بانتظام. نجيب لو مولا كيك نتاعي ندهنها مليح بالزبده ونفرش فيه ان بابي كويسون، ونحط هاد العجينه المقلشه لداخل ونزيد نخمرها للمره الزوجه مده 20 حتى 30 دقيقه، ومن بعد ندهنها بخليط من البيض والحليب وندخلها طيب في فرن 200 درجه مده 45 دقيقه حتى لساعه. سينو واذا جاكم وقت طياب بزاف شكلوها بريوشات صغار باسكو هذا القالب كبير ويحكم في الطياب. والنتيجه كانت اون بريوش خفيفه كي القطن مشخشخه بالزبده والبيض والشوكولا وريحه التشينا دايره حاله. À la prochaine.